شركة واتساب المملوكة لميتا أعلنت عن ميزة جديدة هتسهل على المستخدمين تحويل الرسائل الصوتية لنصوص مكتوبة. الميزة دي هتكون مفيدة خصوصا لو كنت في مكان فيه دوشة أو في مواصلات، وده بيخلي صعب عليك تسمع الرسائل الصوتية بشكل واضح. علشان تستخدم الخاصية دي هتحتاج تعمل بعض الخطوات. أول حاجة هتفتح إعدادات تطبيق واتساب، بعد كده هتروح لقسم المحادثات، بعدها هتدوس على خيار تحويل الرسائل الصوتية لنص. بعد كده هتقدر تختار لغة الكتابة اللي تحبها. بعد تفعيل الخاصية لما توصلك رسالة صوتية، كل اللي عليك تعمله هو الضغط عليها بشكل مستمر واختيار تحويل إلى نص. ولازم تعرف حاجة مهمة جدا، إن الخاصية مش هتتحول تلقائيا لكل الرسائل الصوتية، لكن لازم تفعلها بنفسك كل مرة. الخاصية دي هتكون متاحة للمستخدمين في أنحاء العالم، لكن في البداية هتكون متوفرة بلغات معينة، ومن المتوقع توفرها بشكل أوسع خلال الأسابيع الجاية. والسؤال هنا، هل شايف ان الخاصية دي هتضيف شيء جديد لتطبيق واتساب ولا ملهاش لازمة؟ شاركونا رأي في التعليقات.